بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الوقفة هذه هي شكل من أشكال النضالية اللي كيقوم بها الشعب المغربي في مختلف المدن ديال المغرب لكي يعبر بشكل واضح عن رفضه للتطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يرتكب المجازر في أرض فلسطين وبالضبط في غزة الحبيبة. هذا الكيان الصهيوني النازي الذي يرتكب محرقة اليوم وجب على كل الشعوب وكل أحرار العالم أن يقفوا في وجهه وأن يعبروا بشكل واضح على رفضهم لهذه السياسات التي تمارسها سلطات الاحتلال في حق إخواننا في غزة وفي حق إخواننا في الضفة، وما يمارسه قطعان الاحتلال قطعان الصهاينة من تدنيس للمسجد الأقصى. كل هذه الجرائم كان الجواب من المقاومة بهذه المعركة البطولية، معركة طوفان الأقصى التي أعادت إحياء الأمة وأعادت القضية الفلسطينية إلى مكانها الطبيعي كقضية جوهرية في الصراع العربي والإسلامي مع هذا الكيان الصهيوني. هذه الوقفة ستتلوها وقفات وستتلوها أشكال احتجاجية أخرى لكي نعبر من المغرب الأقصى عن دعمنا ومساندتنا واعتزازنا بطوفان الأقصى الذي باركته هذه الأيادي المتوضئة، هذه الأيادي الطاهرة التي نشد على أيديهم وندعو لهم بالتمكين والنصر والدعاء والثبات، وأن يشد الله على أيديهم وأن يطعمهم من جوع وأن يأمنهم من خوف إن شاء الله تعالى. وموعدنا إن شاء الله تعالى مع نصر قريب بإذن الله عز وجل يشفي به صدور قوم مؤمنين إن شاء الله تعالى. الرحمن الرحيم. عبد اللطيف ترزوان، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح. اليوم السبعين لبداية العدوان على إخواننا في غزة. هذا اليوم السبعين الذي يخلد أيضا 70 يوما على انطلاق ملحمة تاريخية هي ملحمة طوفان الأقصى. لا زال المجاهدون المرابطون المقاومون من كتائب القسام والكتائب الفلسطينية يسطرون إلى اليوم أبهى صور الفوز وأبهى صور النصر على الكيان الصهيوني الغاشم الجبان الذي ليس له من أهداف سوى الأطفال، سوى النساء، سوى المستشفيات، سوى العجائز، سوى الدور الجامدة يفجرها، يقتل الجميع. اليوم لا بد أن نعزي العالم فيما يسمى بالشرعية الدولية. بالغازي مكلف بملف العمل المدني والهوية والقيم بحركة توحيد الإصلاح. نحن هنا تلبية لدعوة كريمة من المبادرة المغربية للدعم والنصرة، نصرة لإخواننا المجاهدين والمرابطين في غزة وفي سائر فلسطين. نحن هنا إسنادا لهم وتضامنا معهم ونصرة لهم. هؤلاء الصامدون المكابدون القابضين على الجمر نحن نساندهم في موقف مبدئي وتاريخي للمغاربة. نحن المغاربة لنا إرث في بلاد المقدس، لنا حارتنا التي وقفها لنا الناصر صلاح الدين الأيوبي، وحتما سوف تنتصر المقاومة وسوف نرجع إلى حارتنا وسوف نصلي إن شاء الله تعالى في أولى القبلتين. شاء من شاء وأبى من أبى. النصر دائما إن شاء الله تعالى للمقاومة ولتحرر فلسطين إن شاء الله بإذن الله. وملامح هذا النصر بدأت تبدو للعيال الآن. صبر أهل المقاومة إن شاء الله تعالى يفتح الله عليكم ونصر مبين. وأختم بقول الله عز وجل: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله. الوقفات اللي كنديروا والعديد من الوقفات على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي، أولا كنديروها ماشي أنا تنقول ماشي دعما للفلسطينيين، وإنما الواجب ديالنا، لأن الفلسطينيين هم قاموا مقامنا في الحفاظ على الأقصى والحفاظ على القدس، ولهذا جهد المقيم أننا كنديروا هذه الوقفات. ثانيا الآن كنشوفوا الآن أن الحرب تقريبا 67 يوم، وهو العدوان والتقتيل والهدم ديال المستشفيات ديال المدارس، ولحد الآن لا يوجد أي شيء. هنا نسائل من نسائل؟ الأمم المتحدة، مجلس أمن، الدول العربية، الدول الإسلامية. إذا هذا إشكال مطروح.
الحمد لله على أن هذا ما حدث الآن أعطانا الحقيقة ديال الكيان الصهيوني. هو كيان بلا أخلاق، كيان بلا مستقبل، لأن كانوا كيقولوا لنا على أن الكيان الصهيوني عنده الجيش الذي لا يقهر. فعلا الجيش الآن قهر. شكون قهرته؟ كتائب المقاومة. كانوا يقولون لنا أن أقوى المخابرات هي المخابرات الإسرائيلية، فإن هذه المخابرات أبانت خلال 7 أكتوبر أنها لا تساوي شيئا. ولكن كيبقى على أن الدور ديالنا خصنا الآن ننتقلوا إلى مراحل أخرى. الوقفات فعلا داعمة للإخوان ديالنا الفلسطينيين. الوقفات والمسيرات فعلا كتحسس إخواننا الفلسطينيين أن الشعوب معهم، ولكن لابد أن خصنا الدولة ديالنا. وهنا دي رسالة وزير الخارجية ديالنا، ضروري نقوم بأدوار ديالنا. لماذا؟ أولا لأننا نحن الحمد لله جلالة الملك هو رئيس لجنة القدس، وأن الحمد لله المواقف ديالنا من القضية الفلسطينية حسب الخطابات الملكية وحسب التصريحات الملكية وتصريحات وزارة الخارجية على أن القضية الوطنية في مقام مساوي للقضية الفلسطينية. ولهذا يجب أن يكون عندنا مواقف أكثر لمساندة إخواننا الفلسطينيين ولدعم إخواننا الفلسطينيين. وشكرا. دمك دمي ودينك ديني، دمك دمي ودينك ديني، بالطول بالعرض حماس هز الأرض، بالطول بالعرض حماس هز الأرض.